تريزيجيه انت خلال المباراه وخاصه خلال الشوط الاول ما كنتش موجود، ما كنتش مؤثر، حتى ما قدرتش تربط في كره زيزو اللي لعبها له مروان عثمان. كان المفروض تقرب اكتر من كده من المرمى على امل انه لو زيزو حاول يبصها لك تكون موجود عند نقطه الجزاء فتقدر تحرز هدف. خلال الشوط الثاني انت بدات تظهر، كان ليك اكتر من تصويبه، حاولت ساعدت في احراز الهدف. عشان كده انا هديك 5 من 10 في المباراه. مروان عثمان انا شايفك بتتحرك، تحركاتك كويسه، تحركاتك ممتازه، لكن عندك جزء كبير لازم يتطور، لازم يكون احسن من كده. انا هديك 4 من 10 علشان ان انا عارف ان دي اول مباراه ليك مع النادي الاهلي في افريقيا خارج مصر، فده برضو هيبقى عذر. تحركاتك لازم اللعيبه تبدا تحفظها، لازم انت لازم تكون تحركاتك مباشره على منطقه الجزاء، ما تستلمش الكوره وتطلع على جنب من الجناح. طاهر انت فعلا بالنسبه لي لغز كبير. انا مش قادر افهم انت ليه موجود في التشكيل الاساسي؟ ايه اللي حصل في التدريب في اليومين 3 الاخرى اللي قبل المباراه اللي خلاك في التشكيل الاساسي وحسين الشحات مش موجود؟ انا مش عارف بجد. حتى ايه اللي كنت انت بتقدمه في المباريات بتاعت كاس الرابطه دي اللي خلى حسين الشحات ما يبقاش موجود وانت اللي موجود؟ انت في حاجه مش فاهمها. انا فعلا مش قادر استوعب وجودك في التشكيل الاساسي وان حسين الشحات مش موجود واشرف بن شرقي مش موجود. 2 من 10 2 من 10 يا طاهر، ومش عارف ليه انت كمان طالع زعلان وانت بتتغير. دلوقتي تقييم الفريق ككل 4 من 10. الفريق ما اداش خلال الشوط الاول، يمكن تحسن الاداء في الشوط الثاني. كنت منتظر قوه اكتر من كده، وانا كنت خايف من فريق يانج افريكانز انه الفرقه بتعرف تلعب وبتعرف تلعب في المساحات، وكنت اتمنى ان الاهلي يحقق الفوز عشان يبقى الفرق بينه وبين الجيش الملكي 5 نقط. دلوقتي الفرق 3 نقط. مباراه الجيش الملكي مباراه صعبه، حتى وهي بتتلعب في القاهره مباراه صعبه. كنت اتمنى ان يبقى انت قضيت على المنافسه اللي داخل المجموعه، لكن دلوقتي لا، المنافسه موجوده، انت 8 والفرقتين اللي وراك 5. كنت اتمنى احسن من كده.